بعد موجة الروتين اليومي التي أساءت كثيرا إلى المرأة المغربية، يشهد اليوتيوب المغربي مؤخرا فضيحة أخرى ومن العيار الثقيل أيضا، حيث انتشرت فيديوهات شخصية نقلت مشاكل عائلية من الواقع إلى اليوتيوب، وذلك عبر تبادل اتهامات خطيرة بين أفراد العائلة الواحدة بلغت حد قذف المحصنات وإطلاق اتهامات بالخيانة الزوجية والمتاجرة بالأطفال. الفيديوهات باتت تحقق نسبا عالية جدا من المشاهدات، كما تعالت أصوات المعلقين على هذه الفيديوهات تطالب السلطات بتوقيف ما وصفوه بالمهزلة والتي لا تشرف المغاربة. المشكلة تتمحور حول إصرار أحد أفراد هذه العائلة على نشر فيديوهات يومية تتضمن اتهامات خطيرة لزوجين شاهرين على اليوتيوب، حيث يقوم هذا الشخص باتهام الزوج بالنصب والاحتيال، أما الزوجة فقد اتهمها بممارسة الفساد مع رجل خليجي وبمباركة من زوجها، كما ولم يستثني والديه وبناته القاصرتين أيضا، حيث سرب أوديوهات من هاتف يروج أنه مسروق مطلقا اتهامات لليوتيوبر المذكور بالمتاجرة بهما مع الرجل الخليجي أي البنتين المعني بالأمر أي الزوج الشهير على اليوتيوب. وبعد فترة صمت طويلة دامت مدة 4 أشهر خرج بفيديوهات للدفاع عن نفسه أخيرا، لكنه سقط بدوره في فخ إطلاق الاتهامات بالخيانة الزوجية في حق عائلة مهاجمه، لكن وبعدها قرر أن يرفع شكاية ضد ابن شقيقه بتهمة السرقة والاعتداء بالسلاح الأبيض، ترتب عنها أمر بالاعتقال ومتابعة الموقوف في حالة سراحة، وذلك بعد دخول الجمعوي يوسف الزروالي على الخط في الأيام القليلة الماضية. الصراع الذي بين هاتين العائلتين والأمر كما هو الآن على منصات التواصل الاجتماعي يدق ناقوس الخطر حول ضرورة إنهاء هذا التسيب المسيء إلى صورة الجميع والمغاربة بصفة خاصة، إذ ولا بد الإسراع بتقنين المحتوى المنشور على منصة اليوتيوب في المغرب قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة، لأن صناع المحتوى في غياب قانون واضح باتوا يشكلون تهديدا لقيم المجتمع المغربي المحافظ، ففي سبيل الربح المادي الوفير والسريع كل شيء أصبح مباحا وهينا بما في ذلك الأعراض والشرف.